السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدتكم قلت لكم ان شاء الله في العطلة غادي نبارطاجي معكم واحد النقاط اللي انا وقفت عليهم في المراجعة ديالي للامتحان الجهوي بالضبط في اللغة العربية. قبل ما نعطيكم منهجية ديال طريقة الإجابة في الامتحان الجهوي، بغيت نشرح لكم ونوضح لكم شي نقاط كيتعلقوا بالضبط بمكون النصوص في اللغة العربية. كلكم في الدورة الأولى درتوا الخطابات: الخطاب الإشهاري، الخطاب الصحفي، والخطاب السياسي، ودرتوا القضايا المعاصرة. وقفت أولا على الإنسان والتنمية، وقفت ثانيا على الإنسان والتكنولوجيا، ووقفت ثالثا على الإنسان ومشاكل الهجرة. وكاينين شي ناس ما وصلوش للإنسان ومشاكل الهجرة، يعني غادي يديرهم في الدورة الثانية. على العموم أنا هنا واحد النقطة بغيت نشير لها، نقطة مهمة جدا. مكون النصوص كيكون عليه في الجهوي النقط بزاف كما كنا كنعرفوا، رغم ذلك فهو سهل في المراجعة، سهل في الحفاظة، وسهل باش تجاوبوا، يعني ما خصكمش تضيعوا فيه النقط نهائيا. هنا باش تمكنوا بالضبط مكون النصوص كنصحكم ديروا البطاقة التقنية. البطاقة التقنية سهلة، وانا غادي نصورها لكم، نصور لكم البطاقات التقنية اللي خدمت بهم انا شخصيا في الامتحان الجهوي واللي حفظت فيهم، باش ديروا بحالهم وربما تستافدوا منهم. شنو هي بعدا البطاقه التقنيه للناس اللي ما عارفينهاش؟ يعني كتاخذ واحد الورقه تكتب فيها العنوان ديال الدرس. مثلا في الخطابات ناخذ على سبيل المثال الخطاب الاشهاري، واحد الورقه نكتب فيها الخطاب الاشهاري، ندير اولا التعريف ديالو، ثانيا المكونات ديالو يعني المشهر، المستهلك، المنتوج والتعريف ديالهم، ثالثا ندير اهداف الاشهار، رابعا مميزات الاشهار، وخامسا ندير ما يميزه داخل النص. بمعنى اخر ملي تعطى لي واحد النص باش غادي نعرفوا راه كيهضر على الخطاب الاشهاري ولا على شي حاجه اخرى. وهكا غادي نديروا مع الخطاب الصحفي والخطاب السياسي، وهكا غادي نديروا مع القضايا المعاصره وحتى مع الدروس ديال الدوره الثانيه. ان شاء الله غادي نصور لكم هاد البطاقات، غادي نلوحهم لكم في الجروب ديال عائله مصطفى أدردور، وكنتمنى تبارطاجيوهم بيناتكم.